السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ معاك اخوكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. انتهت او انتهى ماتش مودرن سبورت والنادي الاهلي بفوز مهم جدا للنادي الاهلي 2-1. بيرفع بيه النادي الاهلي رصيده من النقط ل 63 نقطة في المركز الثاني، وبيقلص الفارق لخمس نقط بينه وبين بيراميدز المنافس المباشر ليه اللي معتلي صدارة الدوري. ماتش كان مهم جدا للنادي الأهلي والكتيبة مارسيل كولر، وكان ضروري جدا إن النادي الأهلي يكمل سلسلة الانتصارات ويكمل الضغط المباشر اللي بيعمله على نادي بيراميدز بعد طبعا المكسب الأخير للنادي الأهلي على نادي بيراميدز 2-1. آسف، 3-2 بقضية قفشة. النادي الأهلي يمكن النهاردة لعب يمكن بتشكيل مختلف شوية عن الماتش اللي فات، أو يمكن كان التغيير الوحيد اللي كان فيه إن قفشة بيبدأ الماتش. كنا متعودين إن الفترات اللي فاتت بيبقى قفشة هو البديل وبينزل آخر 10 دقايق أو تلت ساعة عشان يبقى مؤثر. النهاردة مارسيل كولر غير يمكن الشكل خالص ونزل قفشة مكان مروان عطية من بداية الماتش. يمكن الماتش كان أول 20 دقيقة كان سجال وكان ماتش مفتوح، يمكن غير عادة خالص. يعني كابتن طلعت يوسف، عارفين طبيعة كابتن طلعت يوسف، هو مدرب رخم، بس رخم بطيء، يعني بلغة الكرة كده بيقفل الدفاعات كلها لما بيبقى بيلاعب أي فريق كبير. النهاردة احنا شفناه بيضغط على النادي الأهلي، يمكن من نص ملعب النادي الاهلي كان بيبدأ يضغط عليه بإيبا واحمد عاطف واللاعب المغربي اللي كان موجود، لحد ما الدقيقة 20 قدر ارنولد إيبا ان هو يحرز الهدف الاول لمودرن سبورت. يمكن يعني طريقة كسل غير طبيعية، يعني من دفاع النادي الاهلي قدر من خلال ان هو يدوس ويكمل ويشوط تسديدة من بره ال 18 في شباك كابتن محمد الشناوي، وكان بيعلن ساعتها بإحراز الهدف الأول. يمكن بعد كده النادي الأهلي مسك كورة وكان بيحاول عن طريق حسين الشحات وعن طريق كريم فؤاد وعن طريق إمام عاشور، بس يمكن كانت محاولات كلها كانت يعني فاشلة. لحد الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول قدر إمام عاشور إن هو يحرز الهدف الأول وهدف التعادل للنادي الأهلي عن طريق عرضية حلوة جدا جدا من محمد مجدي قفشة، وبينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. الشوط الثاني قدر مارسيل كولر إن هو يغير الأوراق خالص، وقدر إن هو بتغييراته الإيجابية، يمكن شايفين بقالنا فترة إن تغييرات مارسيل كولر دايما بتبقى إيجابية، قدر بإن هو ينزل رضا سليم وبيرسي تاو مكان طاهر محمد طاهر ومكان حسين الشحات، ومع أول لمسة للاتنين كورنر اسيست من رضا سليم على دماغ بيرسي تاو، مفيش أحلى من كده. طبعا يمكن ساعده كده أو ساعد في كده يعني الانتشار الغريب اللي كان لدفاع مودرن سبورت، وقدر من خلاله ان هو يستغله بيرسي تاو ويحرز الهدف التاني. كانت مباراة صعبة جدا، لان مودرن سبورت طبعا طبيعي ان هو اي فريق بيبقى خسران بيبقى عايز ان هو يزود الضغط. كان ممكن النادي الاهلي يقدر يأمن ويجيب التالت والرابع، بس للأسف يعني كان سوء حظ غريب جدا. من اهم مكاسب الماتش النهاردة هي عودة بيرسي تاو وعودة كهربا كمان بعد يمكن الفرمان اللي كان واخده مارسيل كولر ان هو ما يشاركش في الماتشات خالص ويبقى خارج السكور. النهارده احنا بنشوف كهربا، بنشوف ان هو كان ممكن يسجل هدف، بس للاسف التوفيق ما كانش معاه او يمكن ما ظبطهاش. ويمكن دي حاجه انا ملاحظها في كهربا، ان هو لما بيرجع من فتره بعيد من فتره غياب طويله، بحس ان هو يعني بيتكعبل في الكوره، بحس ان هو مش مركز، بحس ان هو بيبقى عايز يعمل كل حاجه في الكوره، وده غلط. يمكن هو لو كان مركز في الكوره اللي يعني قرا فيها التوقع صح جدا، ضغط على الحارس، عدى الكرة من الحارس او بلغة الكرة مرقصه وجه يحطها، للاسف اتحطت بره.
كانت برضو كورة لرضا سليم، اوفر عملها، بس عملها قوية جدا على بيرسي تاو، ما قدرش ان هو يجيبها بالهيد. يمكن زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هو مكسب مهم جدا للنادي الاهلي، بيواصل الضغط وبيواصل الزحف نحو القمة، المكان المعتاد للنادي الاهلي. النادي الاهلي الماتش الجاي قدامه يوم الجمعة هيبقى في كاس مصر ان شاء الله قدام الالومنيوم، ويوم 22 قمة الدور الثاني الاهلي وبيراميدز. ويمكن الماتش ده هو بنسبة كبيرة جدا هيحدد مين هو بطل الدوري بجد، لان النادي الاهلي لو كسب ماتش بيراميدز هيبقى 66، بيراميدز 68، هيبقى فرق نقطتين. هنشوف بقى الماتشات الجاية هيبقى مستخبية ايه للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى مخبية كل خير لجماهير النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي، وهي التتويج بلقب الدوري. كالعادة كل سنة الاهلي لازم يفرحنا بالدوري. يمكن جماهير النادي الاهلي طماعة شوية في البطولات، يعني ان شاء الله لو خلصنا الدوري هتقول لكولر كاس مصر، كاس السوبر الافريقي اللي بالمناسبة انه اتحدد يوم 27/9 في السعودية، من خلال موسم الرياض، والمباراة هتبقى مذاعة على قناة MBC مصر بالتعاون طبعا مع شبكة بين سبورت. وربنا يا رب يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. ويا ريت اللي يشوف الفيديو يخبط اللايك المتين وينزل يدي كومنت، وما تنسوش حركة الاكسبلور. يلا، السلام عليكم.